السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام واذكروا الله. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بس اول حاجة كده لايك حلو كده واشتراك في القناة وكومنت كده تقولوا لي فيه كده كلمة حلوة وتشجعوني. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين هتقولوا لي ايه اللي قدامنا دوت. هقول لكم دي روس البتنجان او الحتة اللي احنا بنشيلها من البتنجانة اما بنكون كده بنقوره او هنقليها وهنعمل فيها اي حاجة. عامة بنشيل الحتة اللي فوق دي. طب دي هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها اكلة تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء. معقول؟ معقول. في ظل الظروف اللي احنا فيها دي احنا بنرميش اي حاجة دلوقتي. وانا بقى في القناة بتاعتي دي هعمل لكم وصفات اقتصادية وحلوة جدا وهتعجبكم، ودي اول الوصفات الاقتصادية. معايا روس البتنجان كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا انضفها واشيل العنقود الاخضر اللي فيها ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هغسلها كويس قوي. بس اول حاجة عايزاكم تترحموا على الست صاحبة الفكرة ديت، ربنا يرحمها يا رب. هي اللي قالت لي على الفكرة ديت وحلوة جدا وبنعملها على طول. بنعمل منها اكله لانها هي بتنجان. انتي ممكن زي ما انت شايفه كده بتنجان ممكن تقصريها شويه. انا خلاص عملت طبعا الشوية اللي انتوا شايفينه دول. طيب انا مثلا ده شوية صغيرين عايزة احوش عليهم عينيهم في التلاجة في شنطة وكملي عليهم. وممكن لو انت مش محتاجة تعملي الوصفة النهاردة تقدري ان انت تعينيهم في شنطة في التلاجة وفي اي وقت تقدري تعملي الوصفة. خلاص احنا هنرمي بقى العين الاخضر دوت مش عايزينه. انا قلت اجرب لكم في كمية صغيرة وانتوا بقى تعملوا زي ما انتوا عايزين الكمية اللي انتوا عايزينها. خلاص غسلته كويس جدا وبعدين حطيته ينقلي. محدش يعيب لي على الطاسه بتاعتي، انا غلبت تغيير طاسات والله العظيم. بيتي ينحرق هعمل ايه؟ مفيش بيت مصري ما عندوش الطاسه دي. كل ما اغير الطاسه بتاعتي تنحرق. والله كانت جديده لسه بقالها شهر وكانت جديده خالص وانحرقت كده. انا هعمل ايه؟ محدش بقى يعيب لي عليها. زي ما انتوا شايفين كده دي تغذية. عملت فص الثوم كده زي ما انتوا شايفين ورحت حاطه عليه حبيتين كده من القوطه او الطماطم معصورين زي ما انتوا شايفين او مبشورين اي حاجه. خلاص كده وسبتهم تتسبك كده مع بعض كده وتحطي عليهم سنه خل بقى وشويه شطه كده وسنه فلفل اسمر كده والبهارات التوابل بقى اللي انت عايزاها. وبدات بقى ايه؟ احمر البتنجان بتاعي اقليه. ينفع نعمله بدقه، تعملي له دقه بالثوم وتخلليه وتعنيه في التلاجة. ينفع اسلق روس البتنجان ديت اسلقها كده في ميه وابدا برضو اخللها واعينها في التلاجة. وصفه يا جماعه، هو بتنجان حاجه كانت بتترمي عملنا منها وصفه اقتصاديه جدا ولازم نوفر. ينفع تعملها في الفطار مسقعه البتنجان زي ما انتوا شايفين من روس البتنجان. شفتوا بقى الستات المصريه جدعه وبتعرف توفر ازاي وتدبر. ده بيترمي عملنا منه وصفه. عملنا كده زي ما انتوا شايفين طبق بتنجان مسقعة البتنجان كده زي ما انتوا شايفين بالثوم والخل. يا سلام تحفة. اقدر زي ما قلت لكم نسلقه ونخلله. واقدر كمان ان انا اعمله زي ما قلت لكم مقلي وعملتها دوت بدقة الثوم يعني. نعمل له دقة ثوم كده ونقليه ونخلله بالثوم بدل التسبيكة. اعمليه بالطريقة اللي انت عايزاها. وجنبه بقى شوية مخلل بقى وشوية عيش بلدي كده وأحلى أكلة ممكن تاكليها. لو عجبتكم الفكرة مش عايزاكم تنسوني في اللايك والاشتراك في القناة وكلمة حلوة كده من قلبكم. خلاص أنا هسيبه بقى على النار وكل حاجة معايا استوت بقى. البتنجان مقلي والطماطم بتاعتي أنا مسبكاها. هركنها بقى شوية كده بتاع 10 دقايق كده إن هي ايه ياخدوا ويدوا مع بعض كده على النار شوية يغلوا كده مع بعض. عايزه بقى تزودي شويه ميه، عايزه تكتري الكميه زي ما قلتلك مفيش اي مشكله. معايا بقى شويه ليمون كده مخلل زي ما انتوا شايفين وعيش بلدي بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. واحلى اقسم بالله احلى فطار ممكن تاكليه. انت كمان وانت بتاكلي هتبقى مبسوطه. انا عملت حاجه من لا حاجه، حاجه كنت برميها عملت منها وصفه. انتوا متخيلين؟ شايفين جمالها وشايفين شكلها. ممكن بقى في الفطار اعمل بقى طبق فول كده وكمان طعمية بقى وحتة جبنة وبألف هنا وشفا وتاكلوا بقى الوصفة دي وتدعولي. اوعوا نرمي روس البتنجان تاني، لازم تجربوا الوصفة دي. بجد اختراع يا احلى بنات في الدنيا. لايك واشتراك للفيديو لو عجبكم. وقولولي بقى رأيكم فيها ايه واللي يجربها يقولي. يلا بقى مع السلامة.